نكمل مع بعض. زي ما انت شايف في الشاشة، عشان نحل المشكلة بتاعة الفايل سيستم وما نعتمدش عليه، احتاجنا حاجة اسمها الدي بي ام اس، واحتاجنا عملية فصل. الداتابيس بتاعتي بتبقى موجودة هنا كده، وبعد كده الدي بي ام اس بيبقى موجود، واحنا بعد كده بنتعامل مع الدي بي ام اس. يبقى احنا ما بنتعاملش مع الداتابيس بشكل دايركت، احنا بنتعامل مع الداتابيس من خلال سوفت وير بيدير التعامل مع الداتابيس، اسمه دي بي ام اس او داتابيس مانجمنت سيستم. مش هنتكلم دلوقتي فيه كتير، محتاجين حاجات الاول نعرفها وبعد كده نرجع للدي بي ام اس. ايه اللي احنا محتاجين نعرفه؟ محتاجين نعرف اصلا الداتابيس بتاعتنا دي بتتكون من ايه، وانا بتعامل مع الداتابيس بعمل داتابيس وخلاص، ولا ايه بالظبط الاستراكشر بتاعها؟ قال لك والله واحنا بنتعامل مع الداتابيس بيبقى عندنا حاجه اسمها الانتيتيز. عندي حاجه اسمها الانتيتيز، او الانتيتيز دي بالنسبه لي المكونات بتاعه الداتابيس. يعني مثلا هنتكلم على تريننج سنتر او اكاديميه تعليميه. ايه الانتيتيز اللي موجوده ممكن تكون موجوده فيها؟ يعني ايه انتيتيز؟ برضو يعني حاجه اقدر اجمع عنها بيانات، اعرف ليها صفات، حاجه اقدر اخد ليها صفات. زي ايه؟ لو احنا خدنا المركز التعليمي كمثال، فعندي الكورسز بالنسبه لي حاجه اقدر اجمع عنها او ليها اتريبيوتس او ليها صفات. ليها اسم الكورس، ليها مده، ليها سعر، ليها مكان هتتاخد فيه او روم هتتاخد فيه. فدي بيانات او اتريبيوتس او صفات باخدها عن الانتيتي. يبقى في عندي انتيتيز زي الكورسز او الموظفين اللي عندي في الاكاديميه دي. الموظفين اللي موجودين عندي عباره عن انتيتي، مين اسمه ايه، البطاقه بتاعته، السالري بتاعه، كل دي اتريبيوتس باخدها عن الموظفين. يبقى انا عندي انتيتيز. مثلا اقسام اللي موجوده عندي في الاكاديميه، والله عندي اقسام خاصه بالاعلانات الديجيتال ماركتنج او كورسات الديجيتال ماركتنج، اقسام خاصه بالبرمجه، اقسام خاصه بالطب، وات ايفر الاكاديميه التعليميه بتقدم لي، فعندها اقسام، والاقسام دي تحتها كورسات معينه بتقدمها. ايه حاجات تانية ممكن ناخد عنها معلومات؟ الرومز اللي موجوده في الاكاديميه، من كل روم بيبقى فيها كورسات محدده. اللابس او المعامل اللي بتبقى موجوده جواه الاكاديميه دي. ف وانا بتعامل مع الداتابيس بيبقى عندي حاجه اسمها الانتيتيز. ناخد مثال على المستشفى. ايه الانتيتيز اللي ممكن تبقى موجوده في المستشفى؟ سامعك كنت بتقول مثلا عندي الدكتورز، عندي البيشنتس، عندي المحاسبين، عندي قلنا الكلام ده في اول فيديو. عندي مثلا الغرف الجراحه بتاعتي، غرف العمليات بتاعتي، العيادات بتاعتي، حتى عمال النظافه او العمال اللي موجودين عندي، الموردين اللي بيوردوا للمستشفى، الطلبات اللي بتطلب من المستشفى من العيانين. حاجات كتيره جدا دي عباره عن انتيتيز. ليه بقدر اقول عليها انتيتيز؟ لان كل مكون من المكونات دي اقدر اخد عنه صفات معينه. يعني مثلا لو جيت قلت دكتورز، فانا بحتاج بيانات عن الطبيب ده. اقول والله انا عاوز اسمه، عاوز سنه، عاوز التخصص بتاعه، عاوز والله المرتب بتاعه او الكوست بتاعته قد كذا، عاوز والله الميعاد بتاعه اللي بيجي فيه. ففي بيانات او في اتريبيوتس بيسموها صفات او خصائص بتتاخد عن الموظف ده. فكده عرفنا الحاجات الاساسيه واحنا بنتعامل مع الداتابيز. عندي حاجه اسمها انتيتيز، وعندي حاجه اسمها اتريبيوتس. بس قال لي لا، قال لي مش احنا قلنا الداتابيز بتاعتنا عباره عن كوليكشن اوف ريليتد داتا؟ يبقى الداتا دي في بينها وبين بعض علاقه، الانتيتيز اللي موجوده عندي في الداتابيز بتاعتي. يبقى انا عندي امبريلا كبيره اسمها داتابيز، تحتها انتيتيز، كل انتيتي والتانيه في بينها علاقه. يعني في علاقه ما بين الدكتور وغرفه العمليات، الدكتور هيعمل عملية امتى، ففي علاقة ما بين والانه مريض، حتى المريض نفسه، الصيدلية والعلاج والدكتور، المعمل مع الدكتور مع الصيدلية. في علاقة او علاقات بقى بتبقى موجودة ما بين الانتيز دي وبعضها. هنعرف ازاي نمثل العلاقات دي وهنفهمها اكتر ان شاء الله خلال السيشنز اللي جاي. يبقى احنا عندنا 3 كومبوننتس اساسيين واحنا بنعمل الداتابيس بتاعتنا. احنا بنتعامل مع الداتابيس بتاعتنا، عندنا الانتيتيز، عندنا الاتريبيوتس للانتيتيز، وعندنا الريليشن شيبس او العلاقات اللي ممكن تكون موجوده بين كل انتيتي والتاني. حلو. نرجع تاني مرجوعنا، قلنا عندنا الدي بي ام اس. دي بي ام اس ده اللي بيخلينا نتعامل مع الداتابيس. يعني احنا بنعمل الداتابيس ونعمل لها ديزاين، بس ما نتعاملش مع الداتابيس بشكل مباشر، احنا بنتعامل مع الداتابيس من خلال الدي بي ام اس. زي ايه الدي بي ام اس؟ هنعرف بعد شويه. الدي بي اس بالنسبه لنا زي الراجل ده، مسؤول المخزن اللي وراك ده. ازاي يا باشمهندس؟ هقول لك يا سيدي، لو انت دلوقتي راجل عندك مخزن كبير قوي، المخزن ده بتخزن فيه البيانات. لو سمح لكل واحد ان هو يخزن بيانات، هيخش يحط في اي رف ويمشي. ولو جيت لنفس الشخص ده بعد يومين قلت له هات لي البيانات او هات لي الحاجه اللي انت حطيتها جوه المخزن، ممكن ما يعرفهاش.
او بنسبه كبيره ما يعرفهاش اصلا وهيتوه، انت هو حاطط الكلام ده فين. فاحنا هنا محتاجين مسؤول للمخزن ده، مسؤول عن المخزن يرتب فيه البيانات بشكل يسهل استرجاعها فيه، بشكل يسهل تخزين البيانات دي فيه. يعني ما يجدش صعوبة في ان هو يدخل او يطلع بيانات او يعدل بيانات موجودة جوه المخزن. مين اللي هيبقى مسؤول عن ده؟ هو الراجل اللي بنسميه الدي بي ام اس او الداتابيز مانجمنت سيستم. الداتابيز مانجمنت سيستم عبارة عن سوفت وير، لا هو اكتر من كده ولا اقل من كده، عبارة عن سوفت وير بيكون موجود عندي بنتحكم من خلاله في الداتابيز. يبقى الدي بي ام اس ما هو الا راجل بتاع مخزن. اشوفكم في الفيديو اللي جاي.